السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي. في قناتنا بندور كل يوم على الجديد في عالم التطبيقات واللي بيوفر وقت ومجهود عليك. مش محتاج تتعب نفسك، كفاية تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك شرح الأحدث التطبيقات المحلية والعالمية لتغيير استخدامك لتليفونك. تطبيق النهاردة يا جماعة هو بريد فاست بقالة وأكتر. التطبيق ده يا جماعة عمليات التنزيل بتاعته هي أكتر من 1,000,000 عملية تنزيل، وسعة التخزين بتاعته 28 ميجا بايتس، واخد تقييم 4.8 تقييم. التطبيق ده واخد الترتيب رقم 2 في أهم التطبيقات المجانية لفئة الطعام والشراب. طيب فكرة البرنامج ايه؟ هو سوبر ماركت في جيبك، ده الوصف الرسمي للتطبيق. طبعا بيقدر يوفر لك تجربة تسوق عبر الانترنت مشابهة للتسوق في السوبر ماركت التقليدي. تقدر من خلاله انك انت تطلب جميع احتياجاتك من البقالة من خلال التطبيق ده، بيوصلها لك بسرعة للبيت. كمان يا جماعة عايزة اقولك ان هو سهل في الاستخدام، وهو وجهة بسيطة وسهلة التنقل. بيوفر التطبيق ده منتجات واسعة، من المنتجات، مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية. سهل توصيله، بيكون سهل، بيوفر لك خدمة توصيل سريعة. عايزه اقول لكم يا جماعه ان التطبيق ده من الصعب تقييم الجوانب تانية من جودة المنتجات واسعارها وخدمة العملاء. التطبيق ده بيعتمد الاعتماد الكلي على الانترنت، بس بيكون في مشكلة في المناطق اللي الانترنت فيها ضعيف. رأي الناس التقييم بتاعه مرتفع جدا، داخل على 5 نجوم يا جماعة. الناس كتيرة شكرت فيه، وناس كتيرة قالت ان التطبيق ده حلو جدا وان هم راضيين عنه وسهل في الاستخدام بتاعه. كمان يا جماعة سياسة الارجاع والاستبدال مش واضحة، ودي من الحاجات اللي ممكن تكون في عيوب التطبيق. جودة المنتجات مش هنقدر ان احنا نعرف جودة المنتجات يا جماعة، لان هي تختلف الجودة من شخص للتاني. التطبيق ده يا جماعة يمكنك طلب البقالة من بيتك، بيوفر لك الوقت والجهد. عايزة اقول لكم يا جماعة ان التطبيق ده مفيد لينا، لان هو بيوصل لك كل حاجة وبيدي لك وبيوفر لك كل حاجة تقدر ان انت تستخدمها. عايزة اقول لكم كمان يا جماعة ان احنا القناة بتاعتنا هي القناة المكان الوحيد للكلام عن التطبيقات بدون تحييز لأي تطبيق، وكل واحد في قناتنا هيقول تجربته، سواء كانت تجربة إيجابية أو تجربة سلبية، هيقول تجربته الحقيقية عن البرنامج. علشان احنا نستفيد وانتوا كمان تستفيدوا والناس تستفيد من تجربتكم. هنستنى تعليقكم وهنستنى رأيكم عن البرنامج، لأن تعليقكم هيفيد غيركم. مع السلامة.